السلام عليكم، كيف حالكم حبايبي؟ أنا خالد، رجعت لكم فيديو جديد أو معنى أصح قصة جديدة. في هذا الفيديو راح أتكلم عن وحدة قتلت عائلتها بس عشان الحب. إلى أي حد ممكن توصل القسوة بالإنسان، وإلى أي مدى ممكن يوصل الجحود. لكن في هذه القصة راح تتفاجأ بحجم القسوة والدناءة في بعض البشر. 15 أبريل من عام 2008 على الساعة 2 بعد منتصف الليل في قرية باوان خيري في أوتار براديش شمال الهند، صحوا الناس على صراخ وحدة تطلب المساعدة وركضوا بسرعة يشوفوا إيش صاير. كان مصدر الصراخ من بيت عائلة شوكت علي، وهي عائلة ثرية من ملاك الأراضي في المنطقة. كان لطف الله خان نوال الناس اللي وصلوا للمكان، ولما وصل صراخ هذه المرأة وقف وعمل السكون، ودق لطف الله الباب أكثر من مرة، وشوي إلا لحقوا وراه كمان مجموعة من الجيران، وصار الكل يدق وينادي ولا جواب. وأخيرا قرروا أنهم يكسروا الباب، وبعد ما كسروا الباب ومجرد ما خشوا ساحة البيت كان ينتظرهم أبشع مشهد ممكن يشوفوه في حياتهم. ساحة البيت كان شوكت علي مقتول ومرمي على الأرض، وجنبها كانت بنتها شبنام طايحة على الأرض ومغمى عليها. وداخل البيت كان فيه الكثير من المشاهد المرعبة. زوجة شوكت علي وأولاد الاثنين وزوجة ابنه وبنت أخوه كلهم مقتولين. لكم أن تتخيلوا حتى حفيدة الرضيع اللي عمرها 10 أشهر هو بعد مقتول، كان مقتول خنقا وجثته بين أمه وأبوه. الناجية الوحيدة من المجزرة هي شبنام، واللي عمرها 25 سنة وفاقت في المستشفى. وقالت في إفادتها أن في مجموعة من الحراميين تهجموا على البيت وقتلوا العائلة كلها، لكن الشرطة ما اقتنعت بكلامها لأن ما كان في أي شيء مسروق من البيت. وفوق هذا كله كمان أن الباب الرئيسي كان مقفل من الداخل وقت اللي صارت فيه الجريمة، وهذا يدل على أن ما في أي أحد دخل أو طلع. وتقرير الطبيب الشرعي زاد الكثير من الشكوك على القضية. ظهر في التقرير بأن الضحايا كلهم تم تخديرهم قبل ما ينقتلوا مباشرة. وطبعا زي ما انتم شكيتوا في شبنام كمان المحققين شكوا فيها. إذا كان كل أفراد عائلتها تخدروا وانقتلوا، إيش معنى هي الوحيدة اللي بقت حية ما قتلوها؟ سؤال ما لقت له شبنام أي إجابة لما حاصروها. والتحقيقات مع سكان القرية أظهرت الكثير من الخبايا. قالوا الجيران بأن العلاقة بين أفراد العائلة كانت متوترة بشدة مؤخرا، وبالأخص مع شبنام. شبنام كانت حاصلة على الماجستير في اللغة الإنجليزية والجغرافيا، كانت تشتغل مدرسة، وعائلتها ثرية ومن ملاك الأراضي. وبالطبع أهلها كمان كان نفسهم يزوجوها من شخص من مستواها، لا سيما إنها بنتهم الوحيدة. لكن للقلب أحكامه، لأن قلبها تعلق بشاب في القرية اسمه سليم عاطل عن العمل ومن عائلة فقيرة ومن طبقة أدنى. معلومة بسيطة، نظام الطبقات يلعب دور كبير في المجتمع الهندي، وهو نظام صارم وظالم لأبعد الحدود. ويتوقع بعضكم أن هذا النظام موجود بس عند الهندوس، وعندهم طبقة تسمى بالداليت أو المنبوذين، وهم ناس أدنى سلم الطبقي، ويتم التعامل معهم باحتقار ونبذ. تقدروا تبحثوا عنهم وتتأكدوا. موجودين في الهند وبعض الدول الآسيوية، لكن في الحقيقة هذا النظام موجود عند كل الهنود بشكل أو بآخر من أديان أو معتقدات ثانية. وعند المسلمين الهنود مثلا الأشراف، وهم في رأس الهرم الاجتماعي، هذولا اللي يزعموا أنهم ينحدرون من جزيرة العرب أو من سلالات حاكمة زي الأتراك أو المغول، أو من هندوس الطبقة العليا اللي تحولوا للإسلام عبر العصور. والطبقة الثانية هم الأجلاف، وهم الهندوس المتحولون للإسلام من طبقات وسطى. أما في أسفل الهرم الطبقة الثالثة واللي هم الأردال، وهم الهندوس اللي تحولوا للإسلام من طبقة الداليت أو المنبوذي. ذكرت لكم الطبقات لأنها تلعب دور رئيسي في القصة، لأن شبنام هي من طبقة الأشراف وسليم من طبقة الأردال. طبعا أبدا مو مقبول عندهم أنها تختلط بواحد زي كذا. بالنسبة لطبقاتهم المجتمعية هي أعلى القمة أو رأس الهرم، وهو أسفل الهرم، هو من ضمن الناس أو من الطبقات المنبوذين عندهم. لكن شبنام أصرت على حبها رغم اعتراض أهلها مرة، واللي وصل لحد التعنيف والضرب. ومو بس كذا، لدرجة أن الأمور وصلت لحد أن واحد من أقارب شبنام قدم بلاغ للشرطة عشان يمنع هذه العلاقة الآثمة. وهنا وصلت العلاقة بين شبنام وعائلتها لحد الانفجار. نرجع لاعترافات شبنام. ولما حاصرت الشرطة شبنام وسليم بالأدلة والشواهد اعترفوا أخير. قالوا بأنهم دبروا الجريمة وخططوا لها وقتلوا العائلة عشان يصفى لهم الجو، خصوصا ان شبنام كانت حامل في الشهر الثاني من سليم. اما عن تفاصيل الجريمه وكيف صارت، قالت شبنام ان سليم اعطاها دواء مخدر حطت لهم اياه في الشاي بعد عشاء، وبعد ما اغمى عليهم او فقدوا الوعي اتصلت شبنام بسليم. لكم ان تتخيلوا انه جاء ومعه فاس وكانت تساعده في الجريمه. لكم ان تتخيلوا كيف كانت تساعده.
كانت تمسك راس الضحية، تخيلوا انهم اعلى، ترفع رؤوسهم وهو يقتل. ولما وصلوا للطفل الرضيع اللي تكلمنا عنه في بداية الفيديو واللي عمره 10 أشهر، الاخ ما طاوع قلبه انه يقتله، جت شبنام وخنقته لين قتلته وحطت جثته بين امه، طبعا اثنينهم كانوا جثث. وبعد ما انتهوا الجريمة طلع سليم، طبعا بعد ما اعطاها شويه قبلات ساخنه فوق جثث عائلتها. هنا شبنام قفلت الباب وبدات تصرخ قبل ما ترمي نفسها على الارض وتمثل انها مغمى عليها. نجي للمحاكمة. كانت جريمة هذول العاشقين محور حديث الصحف الهندية لفترة طويلة، وظلوا يتابعوا محاكمتهم على نطاق واسع. العجيب والغريب أنهم محاكمتهم قلبوا على بعض. سليم قال بأن شبنام هي اللي دبرت كل شيء، قال أنها كانت مخمورة ليلة الجريمة واتصلت فيه عشان يجي البيت، ولما جاء كانت مخدرة عائلتها بدأت تقتله، هو ساعدها بس. أما هي قالت فإن ما كان لها أي دور في قتل عائلتها، وإن الموضوع كله دبر سليم بدون مشورتها أو علمها. وفي الجزء الأخير من القضية قال القاضي واللي اسمه الحسيني لشبنام قبل يصدر حكم عليها: أنا أتفهم مشاكلك مع عائلتك وخلاصك لحبك، لكن بكل بساطة ليش ما هربتي من عائلتك بدل ما تقتليهم؟ ما قدرتوا تروح اثنينكم في منطقة ثانية بعيدة بهذا البلد الكبير بعيدا عن ضغوطات العائلة والمجتمع، لكنكم اخترتوا طريق ثاني ما كان الحب وحده طرف فيه، كان الطمع. الحقيقة الواضحة انك قتلتي عائلتك كاملة تدبير وتخطيط عشان تورثيهم. حكم الإعدام اللي صدر بحق هذول الشخصين ما كان مفاجئ، رغم انه كان أول حكم إعدام يصدر بحق امرأة في تاريخ الهند بعد استقلالها من بريطانيا عام 1947. والمشكلة ان المأساة ما اكتملت بصدور الحكم، لأن كان في ضحية ثانية في القصة، واللي هو الطفل البريء اللي جابته شبنام. زي ما قلت لكم انها كانت حامل في شهر 2، واللي اسمه باتو، واللي عاش مع امه كم سنة في السجن قبل ما يروح تحت رعاية واحد من اصدقاء العائلة. المسكين ما ارتكب اي جناية، لكنه اخذ كل اللوم على الجريمة اللي ارتكبوها ابوهم، وصار على قولتهم على سيرة كل لسان في الشارع وفي المدرسة، يمكن حتى في المسجد. وبالنسبة للعاشقان السفاحان إلى الآن ما زالوا في السجن ينتظروا حكم الإعدام، وما زال الحكم ساري رغم الكثير من طلبات الترحم والالتماس للمسؤولين من شبنام ومن أطراف ثانية في الهند عشان يخففوا العقوبة. ممكن القضية تكون انتهت بالنسبة لعامة الناس والإعلام في الهند، لكن مو بالنسبة لسكان قرية باوان خيري اللي ما قدروا انهم ينسوا هذه المأساة اللي سوتها البنت الخاينة بعائلتها. وبس حبايبي، إلى هنا وصلنا لنهاية هذه القصة ونهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون الفيديو أعجبكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك، الاشتراك للمزيد. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.